داود باشا أسرع كفتة ممكن تعملوها. كمية اللحمة المفرومة حسب المتوفر عندكم بتتفرم مرتين وبيكون فيها نسبة بسيطة من الدهون. بنظبط الملح بتاعها وبنضيف عليها شوية من الفلفل الأسمر ورشة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ده الأساس بتاع الكفتة. بعد كده بقى الاختياري شوية صغيرة من الشطة وشوية صغيرة من البابريكا. كمية البصل بتكون على حسب كمية اللحمة اللي انتوا هتستخدموها. انا هنا استخدمت بصلة متوسطة وقطعها قطع صغيرة علشان افرمها. ممكن تفرموها او ممكن تبشروها. بعد ما بنفرمها او نبشرها بنصفيها كويس من المية اللي فيها. بعد ما صفيت البصل كويس هضيفه على اللحمة وهنعجنهم كويس مع بعض. داود باشا معروفة طبعا ان هي بتكون كور صغيرة. بكور كمية اللحمة اللي عندي واحطها في طاسة كده، وبعدين بديها رشة خفيفة من الزيت لان هي فيها نسبة دهون اصلا. باخد بقى الكفتة على النار ومقلبهاش خالص لحد ما تاخد لون وتتشمع كده من تحت. بعد كده ابتدي بقى احرك الطاسة كده علشان هي تتقلب مع نفسها. بعد ما خدت لون تقريبا من كل الجوانب هطلعها في طبق علشان استخدم مكانها الطاسة. انا استخدم الطاسة زي ما هي كده مكان الكفتة، مش هنغسلها ولا حاجة. فص واحد من الثوم المفروم هحطه فيها، ولو كانت الطاسة ناشفة مفيش فيها دهون بزود سنة صغيرة من الزيت وهحطه على النار يدوب بس يدبل كده لحد ما ريحته تطلع. بكون مجهزة حبتين من الطماطم مقطعهم مكعبات وهنزلهم على الثوم. بظبط الملح بتاعها وبضيف عليها رشة صغيرة من الفلفل الأسود. بعد كده هحطها على النار تسخن كده شوية وتدبل، وبعدين هضيف عليها رشة صغيرة من الزعتر. بقلب بقى الطماطم كويس وبحاول اضغط عليها كده بظهر المعلقة، يعني اهرسها بس كده شوية. هنا بقى خطوة اختيارية، اضافة معلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم وعليها ربع كوباية من المية. تقليبة كده على السريع وبعدين هرفعها تاني على النار لحد ما تاخد تسبيكة كده خفيفة. بعد كده هنزل فيها الكفتة وارجعها على النار تاني لمدة دقيقة واديها تقليبة كده على خفيف علشان الكفتة ما تفكش. هنا بقى بعد ما الكفتة اتسبكت شوية مع الطماطم وخدت اللون الجميل ده، ما تنسوش تظبطوا الملح بتاعها. بنغرفها بقى في طبق التقديم، وما تنسوش كمان تدوها رشة خفيفة كده من الكزبرة الخضراء، وبنقدمها مع رز بشعرية وبألف هنا.